برشلونة وفالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. هاي المباراة تختلف عن مباريات الدوري. كان برشلونة فاز في المباراة السابقة على فريق فالنسيا في الدوري 7-1، لكن هاي المباريات إلها كل الاحتمالات. يعني أي خطأ في هاي المباراة أنت خارج البطولة، تخسر المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا. تصريحات هانز فليك مدرب برشلونة حكى إنه إحنا بدنا نضغط بقوة وبدنا نسيطر على المباراة وبدنا نحقق الانتصار للانتقال إلى الدور القادم. طبعا برشلونة كالعادي بيعتمد على الضغط العالي المتقدم وتقدم خط الدفاع إلى منتصف الملعب والاعتماد على مصيدة التسلل. على الجانب الآخر فريق فالنسيا حسب تصريحات مدربه بيحكي إنه إحنا حللنا الأداء في مباريات الدوري مع برشلونة وبدنا إحنا نغير التكتيك، ما بيهمنا الأداء، بدنا نحقق الانتصار حسب تصريحات مدرب فالنسيا. فريق برشلونة استعاد داني أولمو لكن لن يلعب من بداية المباراة، راح ممكن احتمال يلعب بالشوط الثاني. جافي لن يلعب هالمباراة لأنه حسب البروتوكول الطبي لازم يعطوه يعني استراحة. تشكيلة برشلونة المتوقع لهذه المباراة: تشيزني في حراسة المرمى، بالدي، كوبارسي، أروخو وكوندي في الدفاع. في خط الوسط ديونج، بيدري، فيرمين لوبيز، احتمال يلعب كاسادو مكان بيدري. في خط الهجوم لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا. تشكيلة فالنسيا المتوقعة: في حراسة المرمى ستول ولويس جايا، كيسر وفولكيه وميغويرا. في خط الوسط المتأخر راح يلعب جيريرا وإنزو. في خط الوسط المتقدم الميدا، لويس وديغو لوبيز. في رأس الحربة راح يكون عندهم هوجو. طبعا أنا توقعاتي لهذه المباراة: فوز برشلونة على فريق فالنسيا بنتيجة 4-1.